يا جماعة هو جيل التسعينات ده كان زمان بيروح مدرسة ولا كان بيروح معسكر جيش؟ فاكر وانا صغير في ابتدائي كنت تقريبا بشتري سندوتش الطعمية دوت ب 15 قرش، ولو انا غني تقريبا كنت بدفع ربع جنيه. وعلى ايامنا بقى يا معلم اللي كان بيجي المدرسة وجايب معاه سندوتشات فينو باللانشون او مثلا سندوتشات فينو بجبنة رومي، ويا سلام بقى لو سندوتشات الفينو بجبنة رومي واللانش دي بقى كمان ايه، كان فينو اللي هو بسمسم ده. احنا كنا بنعامل العيال دي معاملة خاصة وربنا، احنا كنا بنعاملهم على انهم بشوات. اللي بيجيب معاه سندوتش فينو بجبنه رومي او بلانشون او باي حاجه او بحلاوه، احنا كنا بنشوف العيال ديت مستوى اللي هو ايه بقى، الفي اي بي. العيال دولت معلمين، لان احنا طبعا احنا كنا في معسكر جيش، احنا كنا بناكل طعميه. احنا بنروح الصبح نضرب سندوتش الطعميه فتقعد متنح وباصص للابله مش فاهم حاجه، لحد بقى ما ايه الاكل ده يتهضم، فتبدا بقى من نص اليوم تبدا تصحصح وتفهم وتشوف الابله دي بتقول ايه. النهارده تبص العيال الصغيره اللي هم رايحين المدرسه، الواحد بيسمع حاجات بيقعد يضحك. العيال دلوقتي بتقول لك انا هاخد لانش بوكس. طب انت يا ابني ايه اللانش بوكس ده اصلا؟ على ايامنا اللي كان برنس كان بيحط اساسا الاكل بتاعه السندوتش بتاعه في ورق سلوفان، انما اللي زي حالاتنا احنا يا عيني كان غلبان، كان بيعمل سندوتش ويلف في ورق جرايد، فاهمني؟ فتيجي تفتح السندوتش تلاقيه مزيت ويغرق لك ايدك لحد كوعك وتاكل وتحمد ربنا. انما العيال بتوع اليومين دول مفيش حاجه عاجباهم، العيال من دول بتدوا له لانش بوكس وتقول له روح المدرسه ويرجع لك يقول لك انت كنت عامل لي سندوتشات جبنه، انت كنت عامل لي سندوتشات لانشون. يا احمد ربنا يالا، ده انت على ايامنا اللي كان بياخد معاه الاكل ده كنا بنعامله معامله بص في اي بي. انما العيال بتوع اليومين دول بقى طالعين لك فيه لا انا مش عايز اكل فينو وعايز اكل جبنه والكلام ده، لا انا عايز اخد تشيكن سبريبس، انا عاوز اكل تشيكن ناجتس. تشيكن ناجتس يالا، ده لو على ايامنا كان حد قال الكلمتين دول احنا نقول له اطلع بره يالا، انت هنا اجنبي، انت دخيل، اللي زيك انت ما يقعدش معانا. تشيكن ناجتس ايه يالا؟ يا كل حاجه تمر عليك يالا، تعمل الصاروخ سندوتش الطعميه بالبيض ايد فوق وايد تحت وتعمط علشان تطلع وحش، انما تربي على النيجتس، تربي على تشيكن سبريبس، يعوض ربنا. علشان كده سبحان الله هتلاقي جيل التسعينات ده برغم اللي حصل لنا من ساعه ما اتولدنا هتلاقينا لسه واقفين على رجلينا وماسكين بص اسد حديد عمود. هتلاقي جيل التسعينات ده وربنا لسه واقف على حيله وماسك نفسه. ليه بقى؟ عشان اتأسس طعميه، فول، جبنه حادقه، بيض مسلوق، بص تأسيس.